اهلا بطلبه الصف الثالث الثانوي. عندنا هنا التريكات او معلومات مهمه جدا على الوحده الاولى مجمعاها في الفيديو ده ان شاء الله الكل يستفيد منه. يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس. بسم الله نبدا مع بعض. في يونيتي في عندي تواليسون 3 دروس. ايه هي التريكات اللي انا لازم اخلي بالي منها دايما بتيجي في الامتحان؟ اول حاجه انا متعلمه ان الفيرب فير بمعنى يعمل او يمارس. الفيرب ده بيجي بعديه نشاط جماعي او فردي او لعبه رياضيه بيلعبها بشكل منتظم. بس قبل ما اجيب اللعبه محتاج ادوات تتحط قبليها، ادوات البارتيتيف، ادوات التجزئه. دو لا، دو الا ابوستروف، دي الجمع. ايه المعلومه المهمه اللي انا اتعلمها؟ في حاله النيجاسيون هذه الادوات بتتحول للدو ودي ابوستروف. نخليها باكزامبل. اما اقول هنا tu في انت او انت تعملين دو لإيكيتاسيون. الايكيتاسيون لعبه الفروسيه. عايزه اعمل نيجاسيون للفراز دي، هعملها ازاي؟ هقول هنا نو وتي بتحول للجو وادي نو في با، يعني انا ما بعملش، يبقى عندي اداه النفي ادي النو والبا. طيب ادي لعبه الايكيتاسيون. هعمل ايه هنا؟ عندي الاداه دو الا ابوستروف لان الكلمه مبدوءه بلتر فويل، فاجي هنا في النيجاسيون بحولها للدو. طبعا هنا مبدوءه بلتر فويل هتبقى دي ابوستروف. تمام؟ دي اول تركايه معايا. تاني تركايه معايا مع فيرب جوي. ايه المعلومه المهمه؟ جوي مع الاله الموسيقيه بياخد زي فيرب فير ادوات التجزئه اللي هي دو لا، دو الا ابوستروف، دي الجمع. في حاله النيجاسيون ما ينفعش ان انا احولها لدو ودي ابوستروف زي فيرب فير. نوضح ده باكزامبل. هقول هنا اكزامبل تي جو، هل انت تلعب؟ هنا ايه؟ بيانو، لعبه البيانو. دي آلة موسيقية، كآلة موسيقية فمحتاجة إن أنا أحط لها البارتيتيف مع فيرب جوي. طبعا هنا دي كلمة مسكولة مذكرة فهتاخد دي. طب نعمل نيجاسيون للفراز دي كده. هقول نو جو نو جو، خلي بالنا أنا ما بلعبش، وأدي با وأنزل بالدي زي ما هي، ما ينفعش أعملها دي ودي أبوستروف. في الحالة دي هقول دي بيانو. لا انا ما بلعبش بيانو. خلاص تبقى ان هنا ما غيرتش البارتيتيف ادوات التجزئه مع فيرب جوي مع النيجاسيون نفي اداه النفي البا ودي النو. ونخلي بالنا دي القيم جروب مجموعه اولى مع كي بتاخد اي اس مع الجي الاي فقط. ثالث تركيه معايا، معلومه مهمه لازم نتعلمها نخلي بالنا منها قوي. اما اقول هنا جو انا بلعب، وهنا فوت كرة القدم، معروف ان انا طبعا هحط هنا او بلعب كرة القدم. ايه الفرق بينها لما اقول هنا لو فوت او الفوتبول؟ او اكملها عادي، ممكن اكملها، ممكن اكتبها فوت بس. هنا سو جو sur le train، sur le train، sur le train يعني كرة القدم هنا تلعب دي سبور. ايه الفرق هنا بين فيرب جوي جو وهنا سو جو؟ لما ابدا بالسوجي الفاعل بقول انا بلعب كرة القدم. لما ابدا باللعبه لازم احط قدام الفيرب سو جو يعني تلعب او تمارس على الارض الملعب. تبقى ايه المعلومه اللي انا هطلع بيها من هنا؟ ان انا فيرب جوي سو جوي او سو بران
تيكير معناها تلعب أو تمارس. لما أبدأ باللعبة بضيف السي، لو أبدأ بالفاعل ما بحطش السي. عندي اليوجا والهوكي وهاند بول. دي 3 لعبات المفروض ان هم بادئين بلتر فويل. لعبة الهوكي اوكي، يوجا، هاند بول هنا او هاند بال، القش هنا او الجريك من اللتر فويل، حروف متحركة. المفروض ان انا بحمل هنا الا ابوستروف، ده شيء طبيعي. لا، هو قال لي خلي بالك ان ده خطأ، دول 3 ألعاب لازم أحط هنا اللو حتى لو بادي باللتر فويلا بدل من ال أبوستروف. أنا بحط هنا تبقى لو يوجا، لو هوكي، لو هاند بول. دي 3 لعبات ما بعملش فيهم أبوستروف. نخلي بالنا من التركات دي. في اللعب بوزيسيون أدوات الملكية أنا هنا بستبدل المون والطون والصون، بستبدلهم بالما والطا والصا. امتى الكلام ده؟ قدام الاسم المفرد المبدوء بحرف متحرك مؤنث. تمام؟ زي كلمة ايه؟ ايكول، مدرسة. المفروض ان الكلمة دي فيمينات، المفروض اقول الكلمة دي فيمينات، المفروض اقول ما او طا او صا. لا، الكلمة دي فيمينا بس مبدوءة بلتر فويل. في الحالة دي أنا بستبدلهم بإيه؟ بمون أو طون أو صون. فهقول إيه هنا؟ هقول مونيكول. طب كلمة أمي، صديقة، كلمة فيمينا مؤنثة مبدوءة بلتر فويل. في الحالة دي هستبدل بهنا إيه؟ بالصون، بالصونامي أو مونامي أو طونامي. كلمة إكيب يعني فريق، كلمة فيمينا مبدوءة بلتر فويل، فهقول مثلا طن إكيب يعني الفريق بتاعك. بين الآ والدو امتى بستعملهم وافرق بينهم؟ هدي اكزامبل هيوضح ازاي بسهولة تفرق بينهم. اما اقول هنا لو ستيلو القلم اي ا علي او موا ضمير تونيك. اما اقول لو ستيلو القلم او لو فيلو الدراجة، دو بيير. ايه الفرق هنا؟ خلي بالك هنا الآ والدو بستعملها كبوسيسيو أداة ملكية، يعني القلم ده بتاع علي، تبقى أنا عندي الآ هنا لازم تكون مسبوقة باللتر بفيرب أتر. تمام؟ طيب هنا الدو ملكية، يعني القلم أو الدراجة بتاعتي بيير، تبقى الدو هنا غير مشروطة إن هي تسبق بالأتر. يبقى أنا أفرق بينهم، هنا دي ملكية ودي ملكية، بس الآ محتاجة فيرب أتر قبليها مصرفة، الدي مش محتاجة هنا فيرب أتر، يعني ده قلم أو دراجة بيير. مهمة جدا في الأمبراتيف في الأمر. أما أقول هنا دي بيش، دي بيش إتوا، نخلي بالنا كلمة دي بيش إتوا. تمام؟ دي بيش، دي بيشي فو. هنا دي بيش، دي بيشون نو. ده اسمه الأمر المثبت. يعني ايه الأمر المثبت؟ الأمر المثبت هنا دي كان أصلها تو، وأنا في حالة الأمر ببدأ أجيبها بعد الفيرب وأحول التو لتوا. تمام؟ ده اسمه الأمر المثبت. هنا كان فو ده فيرب ذو ضميرين، هنا فو دي بيشي بتيجي بعد الفيرب الفو والنو بعد الفيرب. ايه المعلومه اللي انا عايزه اضيفها؟ في حاله النيجاسيون نافيه
ببدأ أرجع الضمير قبل الفيرب. هقول هنا نو، أدي تو، دي، بش، وادي با. إيه اللي حصل هنا؟ إن أدي الني والبا النافية، والتوا اتحولت للتو قبل الفيرب. برضو في حالة الفو بسبق الكلمة بالفو. هقول هنا نو، فو، دي، بشي، وادي با. وفي نفس الحالة مع النو بجيبها قبل الفيرب واحطها مع الني والبا. هنا ضمير المفعول المكلم، ادي il invite، وادي il invite، وادي il invite. نخلي بالنا هنا هو ادي التو، وادي الفو، وادي نو. خلي بالك من التركية والمعلومة المهمة دي خالص. اما اقول هو يدعوك، تبقى هنا ايه؟ ضمير المخاطب المتكلم للمفرد. هنا اما يقول ال فوز انفيت، هو بيدعو حضرتك او بيدعوكم. ما حدش يقول لي ادي فو تبقى الفيرب احط له هنا ايه؟ ازد. هقول له لا، الفيرب ده مصرف مع الإل، وهنا مصرف مع الإل، ده اسمه ضمير المخاطب المتكلم. ادي نو، واحد يقول لي ادي نو بحط للفيرب ان اس، اقول له خطأ. الكلام ده ليه؟ لان انا هنا الفيرب هنا الفاعل بتاعه ال، هو اللي بيدعونا، تبقى النو هنا ضمير مخاطب المتكلم للجمع. لما اقول هنا tu ne sors pas avec nous، ده اسمه سؤال منفي، يعني انت ما تخرجش معانا، ده اسمه سؤال منفي. السؤال المنفي الاثبات بتاعه بيكون بسي، بلى، والنفي بتاعه بيكون بنو. السؤال خلي بالنا قاعدة سي مع السؤال المنفي الاثبات بتاعه بيكون بسي، بلى انا هخرج، جو لو طون انا عندي وقت وهخرج موافق، تمام. هنا نو جو دي ترافاي، عندي شغل بدي سبب. خلي بالك معلومة مهمة جدا، السؤال المنفي الإثبات بتاعه بسي والنفي بتاعه بنو. نخلي بالنا من المعلومة المهمة دي. عندي عن التعبير عن الرأي كلمة أفي يعني رأي، وكلمة أوبينيون. خلي بالنا من المعلومة اللي جاية دي، كلمة أوبينيون، وعندي بونسي يعتقد أو يفكر. طيب نخلي بالنا إيه الفرق بين الثلاثة في الاستعمال؟ أفي يعني الرأي بتاخد معاها كل مسكولة، وبعديها سير حرف الجر واكتب الرأي بتاعي. أوبينيون كلمة فيمينال بتاخد معاها كل، الفيمينال المؤنثة، وبرده بتاخد معاها دي سير. كلمة بونسي بتاخد معاها كو يعني ماذا أنت تعتقد. طبعا وبكمل الفراز، وهنا بيجي بعديها أدوات دي لا، دي إلا، أبوستروفة يعني أدوات التجزئة والدو. خلاص؟ الأمر ذو ضميرين هو بيلخبطنا. الأمر ذو ضميرين أما أقول هنا تي مثلا فيرب سو لافي، ده عايز أعمله أمر، ده فيرب ذو ضميرين سو لافي. هنا طبعا السو هتحول للتو، تي تو لاف، تمام. اخرها هنا ايه؟ الاس لانها مصرفه مع التي. لما اجي اعملها اعمل ديت امر، طبعا هنا في المجموعه الاولى بحذف الاس وبحذف الضمير، والتي بتتحول لتوا، تبقى ده الامر المثبت. طيب بكتبها ازاي؟ هقول هنا لاف واعمل هنا توا، تبقى انا عملت هنا يعني فيرب سي لافي يغسل، هنا اغسل. طيب لاف اتوا ده اسمه الامر المثبت. طيب التركية بقى اللي احنا بنتلخبط فيها الامر المنفي، ازاي هعمل دي نفي؟ الامر النفي
الامر في النفي برجعها تاني توا لو تو واحط الفيرب بين النو والبا. ادي نو وادي هنا تو لاف وادي البا. يبقى انا بكل سهوله ده اسمه امر امبراتيف مثبت، هنا امر منفي تبقى توا رجعت للتي. طيب لو مع الفو طبعا المفروض هتبقى لا في فو. نفس الحوار عشان انفيها برجعها تاني قبل النفي هقول نو فو لافي وادي با. طيب نخلي بالنا ان هنا في المجموعه الاولى اللي بغيمي جروب لازم مع تي الفيرب اخره اس، مع الامر بحذف الاس. الامر يعني الفعل عندي بدون ضمير. تاني تركايه معايا مكان الضمير الشخصي مع الامر المثبت. لما اقول هنا ابور يعني احضر، طبعا سو ليفغ هذا الكتاب، ده امر. طيب ابورت سو ليفغ هنا ده صيغه امر كان مصرف مع التي ونهايه الفيرب اس حذفناها وحذفنا التي. طيب انا دايما لما اجي للمفعول او الضمير الشخصي هنا غير مسبوق بحرف جر مباشر بستبدله باللو. طب مكانه فين؟ دايما بيجي بين السوجي والفيرب. طب انا هنا عندي امر ما عنديش سوجي، هحطه فين؟ هحطه بعد الفيرب. طب هنا ابو واعمل هنا اقول لو، تمام؟ تبقى مكانه اتحط بعد الفيرب. في الامر المثبت لما يجي بعد الفيرب ابورت ضميرين، ابورت لو ساك ا طون فغير يعني احضر الشنطه لاخوك. هنا في الفراز ديت انا عندي مفعولين. المفعول الاول اللي هو الديريكت المباشر بستبدله باللو. المفعول الثاني مسبوق بالبريبوزيسيون حرف جر فبستبدله مفرد ده سنجولير بستبدله بالوي. طب هحطهم فين؟ هحطهم بالترتيب. المباشر الاول الديريكت واحط بعديه الانديريكت الغير مباشر بعد الفيرب. هقول هنا ابورت يعني احضر، وادي هنا لو وادي هنا الوي، تمام؟ عندي افراز هنا لما اقول نو، تمام؟ ليس با يعني لا تترك لو بالون، لا تترك البالون. هنا عايزه افهم ان انا عايزه استبدل المفعول، دي جمله امريه بس منفيه. فين هنا الكومبلمون المفعول؟ لو بالون. كلمه ايه؟ كلمه مسكولة غير مسبوقه بحرف جر عاقل او غير عاقل فبستبدل باللو. طب احطها فين؟ عشان ده امر احطها بعد الفيرب؟ لا، ده امر بس امر منفي فهقول نو لو ليس لا تترك. هنا با يعني لا تتركها، تبقى ليه هنا عايده على مين؟ على البالون واتحطت قبل الفيرب. ليه؟ لان ديت جمله امريه بس فيها نيجاسيون منفيه. في التركايه ومعلومه تانية مهمه نخلي بالنا منها، وفي سؤال في اخر الفيديو يا ريت هنجاوب عليه في الكومنتات. انا عندي مفعولين، ادي المباشر بيجي الاول والغير مباشر بعديه. طب انا هعمل جمله عاديه مش امريه هيتحطوا فين؟ اما اقول il apporte هو بيحضر، لو نفس الفراز ساك هنا ا طون فغير. خلي بالك من المعلومه دي مهمه. طبعا هنا الفراز دي نفس الفراز دي بس دي امريه، اما دي جمله عاديه فيها سوجي فيها فاعل. طب لما اجي استبدل المفعول بنفس الترتيب هيتحطوا ما بين السوجي والفيرب. هقول هنا هقول il المفعول الاول لو، المفعول الثاني الوي نفس الترتيب، مفعول مباشر مفعول غير مباشر. هنا اب احضرها له
تبقى انا استبدلت المفعولين بالضميرين بنفس الترتيب، الاول المباشر والتاني الغير مباشر. احنا متعلمين ان كلمة موا وتوا لما بيتحولوا يجوا قبل الفيرب، لسه قايلينها في اول الفيديو، بيتحولوا المي والتو، ومتعلمين لو جاء قبليهم بعديهم حرف فويلا بيتحولوا الام ابوستروف والتي ابوستروف. زي ما قلت يعني ساعد موا امر، ساعدني، ديت جمله امريه، لما ارجعها هنا مي تحول لمي تعمل ابوستروف عشان يحب قدامها حرف فويلا با. خلي بالك ساعدني لما تبقى جمله امريه منفيه الني والبا فموا بتتحول للمي، هترجع قبلها وتحول للمي وتتعمل هنا ايه ابوستروف، هتعمل ابوستروف عشان هنا كلمة قدامها حرف فويل. وما اقول نفس الفراز ايد اتوا، نفس الكلام اتوا هترجع هنا هقول نو تي ابوستروف ايد با. خلاص نخلي بالنا من المعلومة دي. ده سؤال يا ريت نجاوب عليه في الكومنتات. لما اقول تي فا تيلي فوني يعني انت سوف تتصل، هل انت سوف تتصل ton ami بصديقك. الكيستيو السؤال ده في مفعول كومبلومون غير مباشر، عايزه استبدله ببرونوم بيرسونيل ضمير شخصي، هحطه فين؟ خلي بالك الفراز دي فيها فيربين، واحد مصرف والتاني مصدر ايه، نكتبه في وبركاته. اهلا بطلبه الصف الثالث الثانوي لصوت هو انوتيا الدرس الثالث الوحده الاولى. عندي هنا بروبوزي ان انت بتقترح اكتيفيتي نشاط على اي حد في 4 طرق مختلفه. اول طريقه عن طريق السؤال المثبت او المنفي. يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس. بسم الله. Tu vas avec moi au club، يعني انت بتقترح على حد وتقول له هل انت تأتي معايا للنادي او تذهب معايا للنادي. دي طريقة سؤال من غير أداة استفهام ومثبت. طيب الطريقة التانية اسك، أداة استفهام بمعنى هل. tu acceptes، أنت تقبل de venir avec moi à la campagne، أن تأتي معايا إلى الكامباني الريف. تبقى ده سؤال بأداة استفهام ومثبت. vous ne venez pas، يبقى هنا عندي نيجاسيون نفي، يبقى اسمه سؤال منفي، ان انت ما تجيش معايا استاد افيك موا الى الاستاد. تبقى عندي 3 طرق مختلفة ان انا اقترح على شيء اكتيفيتي شخص، اكتيفيتي نشاط، عن طريق السؤال المثبت والسؤال المنفي. عندي هنا زمن الامر في الضمير نو، يعني الأمر مع الضمير نو بستعمله في حالة بروبوزيسيون اقتراح. ألونزو استاد، ألونزو استاد يعني يلا نروح الاستاد عن طريق الأمر اهو بس مع الضمير نو. برونو أن تاكسي، تيجي ناخد تاكسي، ايه رأيك ناخد تاكسي؟ ده اقتراح برضو عن طريق الأمر بصيغة النو. مانجو أو ريستوران، تيجي ناكل مثلا في مطعم، مانجو او ريستوران. طيب الاقتراح لطريقة تالتة، عندي اكسبريسيو تعبير سا تو دي، سا تو دي بحفظها على بعضيها تركيبة كده، سا فو دي، سا فو دي، لأن هنا تو دي لما بكلم شخص عادي مع الفو بس بكلم شخص في صيغة الأدب والاحترام بوليتيس بليس الاقتراح. طيب هنعملها ازاي في الاكزامبل؟ سا تو، أو ممكن أقول سا فو دي فيرب دير مصرف مع الإل، دو سورتير افيك موا يعني إيه رأيك إن أنت تخرج معايا. سا تو دور دي سورتير افيك موا، أو ممكن أقول سا فو دي سورتير افيك موا. طيب إيه هي الطريقة الرابعة؟ السؤال باستخدام اكسبريسيو تعبير ان انت تقول ايه رأيك في وجهة نظري. avoir envie de بليس الانفينيتيف. اما اقول هنا تيا envie de sortir، ايه وجهة نظرك ان احنا نخرج او رأيك ان احنا نخرج. طيب تيا envie de sortir ممكن اقولها بستعمل هنا
صيغة البوليتيس الأدب هستخدم فو بدل tu. ده فيرب avoir طبعا هنا بصرف مع الفو. Vous avez envie de sortir ici. Vous avez envie de rester ici. برضو مش sortir rester. ايه رأيك او وجهة نظرك ان احنا نبقى هنا ما نخرجش؟ pour accepter une proposition عشان أقبل اقتراح. عندي تعبيرات كتيرة جدا بتعلمها عشان بستعملها في السيتياسيون في الموقف. je veux bien لقبول الاقتراح. أنا بقبل accepter هنا يقبل، يعني حد اقترح عليا شيء فبقول له je veux bien، يعني أنا أريد ده تمام، يعني أنا موافق. ممكن أقول d'accord يعني تمام. c'est super يعني رائع. avec plaisir بكل سرور. volontiers كلمة تدل على القبول الاقتراح بكل إرادة وبكل احنا موافقين. c'est une bonne idée فكرة رائعة. وكلمة idée هنا فكرة، كلمة فيمينا مؤنثة فخدت لها كلمة bonne فيمينا. bien sûr بالتأكيد. c'est génial يعني جميل جدا. دي كلها expression تعبيرات بتدل على accepter ان انت بتقبل une proposition. لو انا refuser تبقى كلمة accepter عكسها كلمة refuser. لو انا هرفض une proposition الاقتراح هقول ايه؟ non ça ne me dit rien. non ça يعني هذا الشيء اللي انت بتتكلم عنه ne me dit rien يعني أنا مش موافق عليه، مش ملائم ليا، مش كويس، أنا مش حابه. ممكن أقول ديزولي وكلمة تمشي مسكولة وحطيت لها اليوبا في منها يعني متأسف. ماليغيزمو كلمة طويلة شوية، ما بقسمها كلمة أوغي يعني سعيد. ماليغيزمو يعني لسوء الحظ. je n'ai pas le temps يعني ما عنديش وقت. كلمة temps هنا بتيجي وقت وزمن. با داكور عكس كلمة داكور. با يعني مش موافق. je regrette يعني متأسفة. عندي هنا كلمة باردون يعني متأسفة. عندي كلمة excusez moi يعني معذرة. je ne peux pas لا أستطيع. c'est impossible عندي كلمة c'est impossible يعني مستحيل. c'est impossible يعني مستحيل. pour demander l'avis عشان تطلب رأيي. هقول هنا بطلب رأي حد في شيء ما، فعندي طرق مختلفة ونخلي بالنا إنه بركز عليها في الأسئلة وبلخبط فيها. كالي ton avis sur يعني ما هو رأيك فيه. كلمة avis يعني رأي. تاخد كال لأنها كلمة مسكولة مذكرة. طيب هنا كلمة أفي يعني رأي بتاخد معاها كلمة مسكولة مذكرة. أما أقول كالي ton opinion sur وخلي بالك كلمة opinion رأي كلمة دي فيمينا مؤنثة فخدت كلمة فيمينا مؤنثة عشان بيعمل في الاختياري. وطبعا هم الاتنين لازم بيجي بعدهم كلمة sur يعني رأيك عن. كلمة sur تبقى opinion رأي وأفي رأي. opinion محتاجة كل فيمينا وأفي محتاجة كل ماسكولا. كلمة بونسي ما رأيك أو تعتقد محتاجة كو ما بتاخدش كل. كو بونسيفو ما هو تعتقد أو رأيك فيه ويجي بعديها بغتتي في أدوات تجزئة دي لا أبوستروف دي الجمع. هنا تيي بور أو كونتر. تيي بور أو كونتر يعني أنت مع ولا ضد. كلمة بور يعني مع، كونتر يعني ضد. كومبانسيفو يعني ماذا تعتقد فيه. دي كلها طرق مختلفة لطلب الرأي. هنا مديني اكزامبل. كالي ton avis sur les sports extrêmes يعني ما هو رأيك في الرياضيات الخطرة. que pensez-vous des sports extrêmes يعني ما تعتقد في الرياضيات الخطرة. تبقى كلمة penser محتاجة que أما كلمة avis محتاجة quel. pour exprimer l'avis لكي تعبر عن الرأي. à mon avis من رأيي. je vois que يعني أنا أرى. de mon point de vue يعني وجهة نظري في الموضوع ده. تعبير عن الرأي. exprimer بعبر عن الرأي. هنا mon opinion يعني في وجهة نظري.
واكتب الشيء اللي أنا عايزة أستفسر على أقول برأيي فيه. je crois que يعني أنا أعتقد، je crois que je suis pour يعني أنا أكون مع. je trouve que يعني أنا أجد كذا، إن رأيي في الموضوع ده كذا. pour moi دي كلها تعبيرات بتدل على exprimer la vie. je suis contre يعني أنا مع ضد، يعني برضو أنا ضد. هنا كالي ton avis sur le delta plane يعني ما هو رأيك، واحد بيسألك في الطيران الشراعي، فأنت بتجاوب قبل ما تقول رأيك، فبتقول بتاخد لفظ من الألفاظ دي وتقول تعبير منهم، تقول أمون في وجهة نظري، أو جي فواكو يعني أنا أرى، أو أمون أوبينيو يعني في وجهة نظري، أو جي تروف كو يعني أنا أجد أن، وأبدأ أقول سيتان سبور دانجرو يعني رياضيات خطرة. عندي هنا بور اكسبريمي لو اوبليغاسيون. الاوبليغاسيون للتعبير عن ان انا بلزمك تعمل شيء، محتاجه فيرب فالوار وفيرب دوفوار، يا ريت نحفظهم. فيرب دوفوار يعني يجب، لما اجي ده تروازيام جروب مجموعه ثالثه، لما اجي اصرفها هقول جو دوا يعني يجب، tu dois، il elle on doit، nous devons، vous devez، ils elles doivent. خلاص ده فيرب بتحفظ بمعنى يجب، بيستعمل في الأوبليغاسيون في الإلزام. عندي اكسبرسيو تعبير الفو يعني يجب بليس الانفينيتيف زائد المصدر. ازاي نوضح؟ اما اقول لك tu dois faire du sport، تبقى ان انا بقول لك يجب عليك ان انت تعمل رياضه، استعملت فيرب هنا ايه؟ devoir مصرف مع tu dois يجب عليك faire، بعديه الفعل بيجي في المصدر، لان انا عندي قاعده في اللغه الفرنسيه فعل مصرف والتاني في الانفينيتيف مصدر، ما ينفعش اصرف فيربين ورا بعض. هنا عندي التعبير الفو فالوار مصرف مع الإل بيدل على الإلزام. il faut être à l'heure، il faut être à l'heure يجب أن تكون في الميعاد. هنا pour répondre à une question positive يعني أنت بتجاوب على سؤال، بتجاوب بوي ونو. طب تيجي نشوف السؤال المثبت نستخدم وي، والمنفي طبعا بنستخدم نو، دي شيء بديهي في اللغة. tu vas au stade avec moi، هل أنت تأتي معي الاستاد؟ بقترح إن أنت تيجي معي الاستاد، هو هيوافق هيقول لك وي. à quelle heure في أي ساعة، تبقى وي للإثبات. non je suis occupé، يعني أنا مشغول، لا أنا بعتذر فبستعمل نو. هنا ممكن ما استعملش وي ونو واستعمل كلمة تدل على الرفض وكلمة تدل على القبول. tu vas venir à mon anniversaire يعني أنت سوف تأتي إلى الجامعة، جامعتي venir. طبعا ممكن أوافق فأقول avec grand plaisir بكل سرور، أنا موافق جدا، ما استعملتش كلمة وي بس استعملت لفظ بيدل على القبول. ممكن أقول pardon je ne peux pas لا أستطيع، أنا متأسف، ما استعملتش نو. طبعا عندي ديت سي تري امبورطون، قاعدة السي هنا مهمة جدا. هنا لما يكون عندي سؤال منفي الإثبات بتاعه بيكون بسي، بيجيبها في الاختياري، والنفي بتاعه بيكون بنو. نوضح ذلك. أما أقول tu ne sors pas avec nous، tu ne sors pas avec nous يعني أنت ما تخرجش معانا، بقترح عليك إن أنت تخرج معانا بصيغة السؤال المنفي، فهقول له هنا لو أنا هوافق ما بستعملش وي، فبقول سي بلا جي لو طون، جي لو طون يعني نعم أنا عندي وقت، أنا موافق، يبقى سي هنا للإثبات سؤال منفي، قاعدة لازم تحفظها. نو جو دو ترافاي، نو جو ترافاي يعني أنا عندي شغل فأنا متأسف. يا ريت لو عجبنا الفيديو منساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أو ريفوار.